تعالوا نتخيل كده مع بعض لو احنا في الجنة هنعيش ازاي. واحنا في الجنة هنركب حاجة اسمها النجائب عشان نزور ربنا سبحانه وتعالى. فجأة واحنا في الجنة هنلاقي ملائكة بتنادي في طرقات الجنة: يا أهل الجنة إن الله يستزوركم فحي على زيارة الرحمن. أنا أسعد الرحمن ودي نضارة سودا. تخيل ربنا جل جلاله يدعونا لزيارته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إننا ساعتها هنخرج ونلاقي قدام قصورنا النجائب، وهي ركوبة خلقت مخصوصة عشان يركبها أهل الجنة وهم رايحين يزوروا الله سبحانه وتعالى. فنركب النجائب ونوصل للوادي اللي هنزور فيه رب العزة، وفجأة هنسمع صوت عازب ينادي: يا أهل الجنة سلام عليكم. فنرد كلنا في نفس اللحظة وقلبنا طاير من الفرحة ونقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لو لم أرضى عنكم لما أدخلتكم جنتي. فنجتمع على كلمة واحدة: يا رب أرنا وجهك الكريم ننظر إليه. فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فتكشف الحج فما أعطوا لذة أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. ترى وجه الله الكريم الذي كنت تصلي له وتبكي بين يديه وتدعوه في الأسحار وتقول في سجودك: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اليوم تنظر إليه ولأول مرة حقا تقول الله من قلبك ومن أعماق روحك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الزيارة دي مش خيال، إنها وعد من الله لمن آمن وصبر وثبت على إيمانه وجاهد نفسه عن المعاصي وبذل نفسه في سبيل ربه. اللهم ارزقنا شرف هذه الزيارة ولذة هذا اللقاء وكرامة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تحرمنا منها بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واكتب لنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية وجهك الكريم وسماع سلامك. أمين يا رب العالمين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وشير للفيديو. الدال على الخير كفاعله.